لا تتخيل ميزانيه قد ايه. فالواحد بيشتري وفي قناعه رمضان يعني وفي روحانيات اكتر، فتبص طب اللي ما عندوش هيعمل ايه؟ هو في نفس المدرسه او في نفس المكان او في مرحله، او عنده 4، انا عندي 3، لا هو عنده 4، طب لازم هيشتري نفس الحاجات. طب هيشتري ايه في العيد؟ طب اكل العيد ايه؟ طب لبس العيد ايه؟ دي قضيه حتى لو وطناها ما هيش عايزه صحافه بس، ولا عايزه حاجات كتير. الخير كتير قوي في رمضان ده الحمد لله، بشوف برامج كتير جدا. ممكن في الفصل عندك شفت حاجات خيريه كتير قوي، اعلانات خيريه انتم متبنين او كل الفضائيات متبنيها، انما مش كفايه. بحس ان المصريين بقوا مضغوطين قوي يعني. فهي دي القضيه اللي بتلحق على مراتي كل يوم، كل ما تشتري حاجه لتجهيزات المدارس الايام دي او حاجات للعيد تحديدا بتيجي يعني هو ده، وتلاقي نفسك عاجز صحفيا لانك مش هتلاقي حد يستجيب، مش هتلاقي كل يوم، مش هتصدق كلام علي المصلح ان كل يوم ان يبقى في مرونه في الضمان الاجتماعي وما الى ذلك، مش هتصدق ان الاسعار هتزيد، اسعار ضبط الاسعار وانه لا ضبط الاسعار تهوده وانه السوق ده الناس بتزهق في الكلام يا راجل. احنا زهقنا في الكلام عن اسعار اللحوم. كنا الاول بنكتب كل يوم، دلوقتي بنكتب كل اسبوع بس في اسعار اللحم. الناس الاعلام بيزهق احيانا، بتيجي ما فيش فايده فبتقول ما فيش كلام سعد الزغلول بتاع زمان بتقوله كل يوم، دلوقتي في قضيه شكل في الكهرباء، في الغاز اللي بتصدر، في اسعار اللحوم، وفي المقابل ما تلاقيش حاجه بتزيد خالص. كل يوم وعود ان احنا اسعار القمح هتزيد، مستوردنا هيزيد، القمح المحلي. دي مش بتقلل معلش من هيبه الصحفي في المجتمع لما انت مصدري وانا انقل من على لسانك انه في سيطره على الاسواق، سيطره على الاسواق، سيطره على الاسواق، ومفيش سيطره. مش الصحفي برضه بيكون جزء من نقل، بيكون جزء من تدليس، وانا معاك في كده. والنهارده هقول لك هتلاقي في جزء كبير قوي من المنشطات بكره على لسان الدكتور احمد نظيف او المتحدث الدكتور مجدي راضي، ان كان في اول اجتماع للحكومه بعد عودتها من الاجازه الصيفيه، ناقشت كام حاجه منهم ظاهره الخشخاش، قرارات الرئيس او توجيهات الرئيس قبل ما تقول الاستاذ محمد سلمان النهارده بيقول مش اسمها ظاهره الخشخاش، بيقول في الاهرام النهارده بيقول مين اللي قال ان اسمها ظاهره الخشخاش؟ والله في كلام كتير، في كلام بيقول لي هي لا الواحد ظهرت الخشخاش ولا يعني بيتكلم. وفي ناس ثانيه بتقول ان اللوحه القديمه اتسرقت. لا هو بيقول لها اصليه بس مش اسمها ظهرت. مين اللي قال ان اسمها ظهرت الخشخاش؟ بيتكلم كلام يعني اواني زهريه حاجه كده، اواني زهريه حاجه كده، المقال ولرسام اخر. ان احنا برضه ايه بناخد الحاجه المتاحه لينا وبنمشي عليها وبنكدب المجتمع بيها وحاجات كده. والله هي برضو ايه راي نحترمه، ولكن اعتقد انها ظهرت الخشاش. ولكن عايز ارجع لك للكلام اللي هو مجلس الوزراء، فنوع من التدليس اللي احنا ما بنسميش، بس والله تعمدت ان احنا يعني اقترحت على تقريبا ما نكتبش الشارح يبقى يكون بتاع اسواق شعبيه جديده مش عارف ايه للعيد، لان مش هيبقى حاجه. انت عارف وانا عارف كصحفيين، وانت اشتغلت صحفي اقتصاد كتير، حتى لو المسؤول ده يعني كبير في البلد ده هيبقى يقول لك ايه افتتاح عدد من المجمعات والاسواق الشعبيه لمواجهه اسعار رمضان، هتلاقيهم 3 4 لا او توافر السلع، وحد هيرسم افتتاحهم او توافر السلع في رمضان، او توافر السلع في رمضان، او بتاع ده سلسله مجمعات لبيع اللحوم. تلاقي اللحوم اسعار 3 4 في كل محافظه، ولا قاعد ياخذ منهم. عايز اقول لك ان انت بتروح تشتري لحوم من مكان قال لك ان في احد مجمعات النيل بتبيع لحوم، ففي زميل راح كل واحد له عربيه فقال هنزل اشتريه، فنزل اشتراه وجاي من غير ما يشتري. بقول له ليه؟ قال لي شوف الجبروت بتاع البايع، قال لي الراجل عايز يديني لحمه بمزاجه. في المجمع كمان. قال الراجل عايز يديني لحمه بمزاجه. فبقول له انا عايز الحته دي، قال له ما دخلت الحته دي بثمن تاني، وبعدين انا اديك الحته دي خدها، لانك انت مش هتلاقي هتاخدها ولا مش هتاخدها. بيقول ما بقتش ملبسه، بقت مدهنه كلها. لا والبعض استخدم برنامج الرئيس وما الى ذلك. كان عندنا صوره جميله قوي في احد احياء مصر الجديده، تنفيذا لبرنامج الرئيس الانتخابي اللحوم بكذا. فالزميل مصور سبق الصحفي يعني، فراح لقى ناس قاعده طوابير كتيره جدا وهو مصور برنامج الرئيس الانتخابي. هو ده كان في افتتاح المحافظ مشي، فقاعدين بقى الطابور كبير كده. وفي نهار رمضان كان ايام الموجه الحاره، كانت الكهرباء بتقطع فيها كتير، بس كان الظهر كده والناس قاعده صايمه، وفوق اللوحه تنفيذا لبرنامج الرئيس الانتخابي اللحوم مش عارف 28 جنيه 34 جنيه، ومفيش ولا كيلو لحمه، ومقفول البتاع، والناس واقفه طابور على الفاضي. ده بيتكلم تنفيذا للبرنامج قفل المحل.
لا هو ده، ما هو ده احيانا الاعلام الذي يضر، احيانا السياسه التي تضر. انك انت تقول تنفيذا لتوجيهات الرئيس وما تقدمش كميه يوميه، يبقى واحد صحفي هتقول له بقى انت مغرض وصورت ليه في الوقت ده. ده الكلام الجاهز. انما لا، هذا الكلام عندما يذهب المسؤول تذهب تنتشر اللوحات ده يعني تختفي السلع وتختفي كل حاجه. وفي الاخر الوزراء عايزين يخشوا مجلس الشعب. حرقانه قوي حكايه مجلس الشعب دي، انا مش عارف 11 وزير يخشوا مجلس الشعب. طب ليه؟ يعني انا مش فاهم. انا ما هي دي عاده. احنا يعني انت تقدر تقول احنا نظامنا 3 ولا 4 يا عم محمد، ما كانتش 11. ما انت يعني انت شوف. وبعدين ده انا بنقي، ده انا بلعبهم، واحد يروح اسكندريه. ما هي العمليه فيها قراءه سياسيه مهمه قوي. انت بعت المحبوب وبعت مين تاني في اسكندريه؟ مفيد شهاب على ما اعتقد. مفيد شهاب بتاع اسكندريه. اللي الاسكندريه كان فيها دوائر اخوان، لانه رشيد مش مترشح. بالظبط، دوائر اخوان. ولكن الاهم من ذلك انا عايز اقول، هل هو النظام السياسي المصري يفرض ان هل وقت الوزير، والوزير في مصر مش منصب سياسي، ده منصب تنفيذي. منصب تنفيذي بجد، كانه وكيل اول وزاره في الغرب او كده يعني، او وزير دوله كمان. يعني هل ده المنصب عنده وقت كل ده؟ الحاجة الثانية، هل نظامنا البرلماني، احنا نظام برلماني ولا سياسي ولا رئاسي؟ ما فيش بزراميط كده بقول عليه يعني. فلا يفترض ان يكون هناك اي عدد من انه بيجي الوزير الممثل لما يبقى عنده جلسة في اللجان او جلسة في الجلسة العامة. وازاي هو عايز يتراقب؟ المفروض حد يراقبه وهو رقيب. يعني المفروض الوزير لازم حد يراقبه. ويكون عضو مجلس الشعب، ومجلس الشعب هو اللي هيراقب. هو يبقى جوه العضو، هو عضو في المجلس اللي هيراقبه. بس احنا دستورنا يعني مش عامل حدود في الجزئيه دي، لانه خلى جزء رئيس سلطات رئيس الدوله نظام رئاسي، وسلطات البرلمان في النظام البرلماني. النظام البرلماني فيه اعضاء زي بريطانيا، لازم يبقى اعضاء الحكومه اعضاء في مجلس العموم. ونظامنا رئاسي زي الولايات المتحده، من سلطات عاليه للرئيس تفوق او تترأس بموجبها رئيس الوزراء. فهو نظام البعض كده سماه نظام بزراميط، ولكن هو في النهايه لا اعتقد انه لا يوجد اي وظيفه ولا اي داعي الوزير، لان الوزير يعني ما فيش حد هذا خالص. نشوف اخبار بكره. يلا يا شباب. طيب عندنا اخبار بكره في حاجات كتير غامضه. زملائنا الحقيقه الاعداد كاتب بيقول ان في حاجات غامضه ومحدش عارف بتحصل ليه، ومحدش عارف هتحصل ليه. بعد رجوع الدكتور البرادعي للقاهره النهارده زي ما بتقول المصري اليوم في عدد بكره، محدش عارف البرادعي هيفضل موجود في البلد ولا لا. محدش عارف رد فعل الجمعيه الوطنيه للتغيير هيكون ايه على حمله جمال مبارك بعد ما رجع البرادعي. زميلنا مروان عبد العزيز بيقول انه هيعمل افطار جماعي، اللي هو البرادعي هيعمل افطار جماعي لشباب حمله دعم البرادعي يوم الاثنين الجاي، وبعدين هيقابل عمال من المحله يوم الثلاث، وهيقابل مجموعه من الفنانين والادباء بعد يوم الثلاث. لكن محدش عارف هيحصل ايه بعد اللقاءات دي. هل البرادعي هيستمر في القاهره ولا هيغادر القاهره؟ ولا هي مجموعه من اللقاءات في اطار الحلم اللي احنا شايفينها دلوقتي، او لاثبات الوجود ان الدكتور البرادعي موجود، زي بالظبط اللي حصل مع عودة الدكتور سعد الدين إبراهيم للقاهرة بعد ما غاب 3 سنين و3 شهور و3 أيام و3 سلامات. بكرة الأستاذ كرم جبري بيسأل فروزة اليوسف ليه سعد الدين إبراهيم رجع في الوقت ده بالذات؟ علامة استفهام. بيقول الأستاذ كرم جبر إما جاله ملل من أمريكا، يا إما أمريكا هي اللي جالها ملل من تصرفات سعد الدين إبراهيم. بيقول كرم جبر إن نار مصر ولا جنة أمريكا، وان اللي عمله سعد الدين ابراهيم او اللي عمله سعد الدين ابراهيم مش هو سعد الدين ابراهيم، لا، سعد الدين ابراهيم تشكل او شكلته عجينه داخل فيها الصحافه الخاصه والفضائيات، وده اللي خليته كانه سعد زغلول مش سعد الدين ابراهيم. شدنا شويه في مقال الاستاذ كرم جبر مصطلح اسمه ديمقراطيه التنغيص اللي كان بيعملها سعد الدين ابراهيم ضد مصر، سواء في مقالات او مظاهرات في امريكا. لكن اللي شدنا اكتر ان كرم جبر بيتكلم بثقه شديده وبيقول ان ديمقراطيه التنغيص انتهت. يا فرحتك يا مجدي يا كرتي، حقيقه يعني اتذكر الاستاذ مجدي الكردي في كل كلمه اقولها دلوقتي. راجل ركب الناقه وشرخ، راح لسعد الدين ابراهيم ووقع على وثيقه جمال مبارك، وقع على وثيقه جمال مبارك، زي اللي بيقول زميلنا وائل قنديل امبارح في مقال كان عنوانه سعد الدين ابراهيم حط نفسه قدام القطر، او القطر داس سعد الدين ابراهيم.
برضه محدش عارف هيحصل ايه في حزب الوفد الفتره الجايه. سمير السيد وهاني عزت بيقولوا بكره في الاهرام ان الخلافات اتفجرت من جديد بين السيد البدوي وجبهه محمود اباظه بسبب تعديل اللائحه الداخليه للحزب. محمد سرحان المحسوب على جبهه اباظه بيدعي ان البدوي بينفرد بالسلطه. بيدعي ان البدوي بينفرد بالسلطه، وبيدعي برضه في نفس الوقت على البدوي انه بينفرد بالسلطه. بهاء الدين ابو شقه المحسوب على الدكتور البدوي بيحذر من زعزعه الحزب. كلام يقلق. ايه اللي هيحصل؟ الله اعلم. محدش عارف ايه اللي هيحصل بعد الاجتماع السري لانصار اباظه في القاهره عشان يردوا على دعوه البدوي لعقد جمعيه عموميه من 17 سبتمبر.